ما قام به الشيخ فارس مناع وابو علي الحاكم في حق أميرة صدام حسين والشيخ أحمد فدغم فهو عيب أسود ونقطة سوداء في جبينهم. أولا شيء لا يجوز لا شرعا ولا قانونيا ولا عرفا أن تصادر حق إنسان ضعيف كويد إلا حرمه، سواء كانت من صدام حسين وعصى الله بنت شارون، فهو حقها ولا يحق لك ولا يجوز لك أن تأخذ حقها بأي وجهة حق أن تأخذ حقها. ثانيا استدراج الشيخ أحمد فدغم وميرا صدام إلى صنعاء لغرض الصلح والتصالح، وبعد قمت بأدراجهم داخل السجن وتعذيبهم وممارسة عليهم الضغوطات لقول أشياء خارج عن إرادتهم، فهذه منكرة وعيبه، وهذا ليس من شيم العرب ولا من عاداتها أن حد يغدر بالإنسان بعد أن يعطيه الأمان، فأنتم قد قمتوا بالغدر والخيانة. والشيخ أحمد فدغم اليوم هو انتخى كل قبائل الجزيرة العربية، فواجب على كل قبائل الجزيرة العربية اليوم بنصرة الشيخ أحمد فدغم، فهو أصبح واجب لرفع الظلم، لأنها انتخى قبائل الجزيرة العربية انتخاهم لرفع الظلم وليس انتخاهم يعني لنصرة يعني انه مبطل او انهم يعينوه بشيء، وانما لرفع الظلم. والذين يروجون اليوم يقولون هذه فتنة وهذه يعني كما البسوس، فيجب ان تستحوا على انفسكم قليل. يا جماعة الخير، هند بنت النعمان عندما انتخت قبائل شيبان، عندما راحت الى قبائل شيبان برفع الظلم عليها من جيش الفرس، انتخت قبائل الجزيرة العربية كلها وقاموا بمناصرتها وتصدوا لجيش الفرس الذي هو كان أقوى جيوش العالم، وهم في إمكانياتهم المحدودة لم يقولوا ينظروا إلى الكثرة أو يقولوا ليس عندنا قوة، ولكن إنهم قاموا مع الحق فنصرهم الله. ونقول اليوم للحوثة يجب عليكم أن تردوا المعروف، أن تردوا ما قدمته لكم الناس. يا أخواني، أنتم جيتوا إلى اليمن، جيتوا لاجين وجيتوا مساكين، وعزتكم قبائل اليمن وحطتكم إمام عليهم، فاليوم تردوا لهم الجمل بهذا الجزاء، تريدوا أن تذلوا قبائل اليمن وتخضعوها لحكمكم. فمن أنتم؟ أنتم جيتوا إلى اليمن كلاجين وعزتكم الناس وقدرتكم وأصبحتم اليوم جزء من قبائل اليمن، ولكن أن تريدوا أن تهينوا قبائل اليمن فهذا لا يصلح ولا يقبله لا عقل ولا منطق. فيجب على قبائل اليمن أولا والجزيرة العربية ثانيا أن يوقفوا هذا التجاوز وهذا الظلم عند حده، فقد أصبح اليوم واجب على كل عربي بمناصرة الحق، فلا تنظروا إلى كثرة الباطل وإلى قوته، انظروا إلى الحق وكونوا مع الحق. وتحياتي للجميع.